بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة تحفة للشتاء عشان تدفينا في البرد اللي احنا فيه ده. هقول على طول بسم الله في الوصفة. النهاردة هنعمل شوربة السويت كورن، دي طعمها وهمية. عندي هنا معلقة زيت كبيرة فيهم فصين مستكة وبصلة كبيرة بيضة عليها رشة فلفل اسود متقطعة كده عشوائي، علشان انا هطحن كل دوت، فبالنسبة لي التقطيع مش مهم، انا عايزة بس البصلة تدبل. هبتدي انزل بكام ذرة اللي هي المعلبة الجاهزة، هتاخد برضه تشربتين مع بعض. بعد ما حطيت الذرة هبتدي بقى احط الشوربة. دي شوربة فراخ او شوربة لحمة، لو مش متاح عندك ممكن تحطي مية من الحنفية متدوبة في مكعب مرقة. هسيبهم كده ياخدوا غلوة لمدة 10 دقايق كده. بعد مرور ال10 دقايق طفيت عليها النار. ممكن تسيبوها تبردوا لو ما عندكوش هاند بلندر وتضربوها في الخلاط، ولو عندكم هاند بلندر اطحنوها بيها. انا هضربها دلوقتي عشان بس الهاند بلندر بتاعي بايظ، فهعملها في الخلاط وهرجع لكم. انا ضربت الشوربه عندي في الخلاط. هحط كده نص كوبايه كريمه لباني، لو مش موجوده ممكن تحطوا البديل بتاعها كوبايه لبن عليها كوبايه سوري معلقه اكل كريم شانتيه خام. هنزل بقى كده، هظبط الملح والفلفل بتاعي. انا اوريدي مش هزود الملح قوي عشان اوريدي الشوربه كانت عندي متملحه بالفعل. ممكن تحطوا كمان مشروم لو عايزينها، وكمان تحطوا جنبها جارليك بريد بيبقى تحفه. كده الوصفه عندي خلصت، هنبتدي بقى نغرفها في اطباق التقديم تبقى جاهزه على الاكل. الوصفه كده تكون جاهزت، اتمنى ان انتوا تجربوها وتسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.